بطولة السوبر الأفريقي من أهم البطولات للأهلي الموسم القادم، والأهلي حاططها رقم واحد، وده لأسباب كتير. أول سبب إنه يكون هو أول بطل للبطولة دي، لأن دي هتبقى حاجة تاريخية إن أول نادي يفوز بأول نسخة ليها وهو الأهلي المصري، والإدارة والجمهور طبعا عاوزين كده. تاني حاجة إن البطولة دي ليها مكاسب كبيرة قوي، اللي هيفوز بالبطولة دي هياخد 6 مليون دولار، دي طبعا في النسخة الأولى. أما الفائز في النسخة التانية بقى فهياخد 10 مليون دولار. طيب تعالى كده افهمك نظام البطولة هيبقى عامل ازاي. في اول نسخة الكاف اختار افضل 8 فرق من حيث التصنيف الافريقي، بس بشرط ان كل بلد نادي واحد فقط. يعني مثلا لو النادي الاهلي هو رقم واحد في التصنيف ونادي الزمالك المركز التاني، فالاهلي بس اللي يروح، وبعد كده يعدوا نادي الزمالك لانه من نفس البلد ويروحوا يشوفوا مين اللي في التصنيف التالت، وهكذا. المهم اننا طلعنا من التصنيف ده ب8 فرق: الاهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني وانيمبا النيجيري وبيترو اتلتيكو الانجولي. الاتحاد وزعهم على تصنيفين: التصنيف الاول والتصنيف الثاني. الاول موجود فيه النادي الاهلي والترجي والوداد وصن داونز، والثاني موجود فيه مازيمبي وسيمبا وانيمبا وبيترو اتلتيكو. يعني كده النادي الاهلي هيواجه فرقه من التصنيف الثاني. طب تعالى كده نشوف مين الاصعب فيهم. تعالى نبدا كده باول منافس للاهلي وهو مازيمبي الكونغولي، وما تفكرش ان ده مازيمبي بتاع 2015 و16 و17، بقى فرقة على قدها خالص. طب ايه اكبر دليل؟ هقوله لك دلوقتي. مازيمبي السنة الماضية دي كان مشارك في دوري ابطال افريقيا، وكلنا عارفين ان في دور تمهيدي كده بيحطوا لك فيه فرقة ضعيفة في الاول، المطلوب منك تكسبها 4 ولا 5 وبتصعد لدور المجموعات. المهم ان الفريق اللي كان بيلاعب مازيمبي ده نادي فايبرز الاوغندي، ده نادي تعبان خالص كده، وقدر يفوز على مازيمبي في الدور التمهيدي. عشان كده مازيمبي راحت الكونفدرالية السنة اللي فاتت وبرضه ما عملتش اي حاجة فيها. وده حاجة تعرفك ان مازيمبي ما عندوش فريق خالص الفترة اللي فاتت، ويكاد يكون الزمالك اقوى منه بكتير. وغير كده ان اقوى فريق هناك حاليا في الدوري الكونغولي هو فريق فيتا كلوب، مش فريق مازيمبي. اما تاني فريق بقى متوقع ان النادي الاهلي هيواجهه هو نادي سيمبا التنزاني، ده فريق برضه متواضع، ونجمهم الاول هناك طبعا هو لويس ميكيسوني. بصراحة ميكسوني معاهم بيتحول لميسي، مش بيعمل كده في الدوري التنزاني بس، لا ده في دوري ابطال افريقيا كمان بيكون هو كلمة السر ليهم. حتى اللاعب ده لما كان بيلعب الاهلي قبل كده كان عمال يرقص في لعيبه النادي الاهلي ولا كانه ميسي. سيمبا الموسم الماضي معرفش ياخد الدوري، واللي خده هو نادي يانجا افريكانز. سيمبا لعب 30 مباراه، فاز في 22 وتعادل في 7 وخسر مره، ومع ذلك ما خدش الدوري وكان محتل المركز الثاني. سجل 75 هدف وده اقوى خط هجوم هناك، وجي فيه 17 هدف وهو برضه اقوى خط دفاع. خلينا نقول ان سيمبا ارقامه وصفقاته اللي جابها افضل بكتير من مازيمبي. تعال نشوف بقى الفريق الثالث والرابع علشان نشوف مين اقوى فريق ومين اضعف فريق فيهم. الفريق اللي بعد كده وهو فريق انيمبا النيجيري. الدوري عندهم من مجموعتين، وانيمبا كان في المجموعه الاولى، لعب فيها 18 مباراه، فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر في 4، واحتل المركز الثالث. بالرغم من انها مجموعتين يعني المفروض يكون ارقامك افضل من كده بكتير، بس احتل المركز الثالث. الفريق ده سجل 25 هدف وجي فيه 12 هدف. عموما انيمبا عامل طفره حقيقيه في معدل الاعمار، لانه عاوز يعمل فريق جديد، ومعدل الاعمار عندهم كان السنه اللي فاتت 22 والسنه دي بقى 23 عام، ودي حاجه تعرفك ان اللعيبه كلها اللي موجوده لسه صغيره وما عندهاش خبرات. وبكده يبقى سيمبا لحد دلوقتي هو اقوى فريق، ويجي بعده مازيمبي ويجي بعده انيمبا. تعال بقى نشوف الفريق الرابع هيكون فين. بيترو اتلتيكو من الانديه اللي تلاقيها عندهم لعيبه كتير من البرتغال والبرازيل، وفريق بيحب يجيب صفقات من بره افريقيا. بيترو اتلتيكو في الدوري الانجولي عامل نتائج عاليه قوي. الفريق ده لعب في الدوري 25 مباراه، فاز في 19 مباراه وتعادل في 3 وخسر في 3، ومحتل المركز الاول حاليا، وسجل 52 هدف وجي فيه 16 هدف. وعلى فكره الفريق ده مدعم بصفقات قويه قوي من الدوري البرتغالي، هي مش لعيبه يعني سوبر، بس التيم كله كويس. وناخد بالنا برضو من الفرقه دي، لان انا بالنسبه لي اصعب فرقه لحد دلوقتي وهي بيترو اتلتيكو، ويجي بعدها سيمبا وبعد كده مازيمبي وبعد كده انيمبا النيجيري. انا كده اديتك كام معلومه عن الفريق اللي انت هتواجهه في اول مباراه في دوري السوبر الافريقي. في حلقه تانية باذن الله هنعمل فيها مقارنه بين الاهلي والوداد وصن داونز والترجي، علشان نشوف مين اللي دعم ونشوف مين اللي داخل وحاطط عينه على اللقب ده. يا ريت بقى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الاشعارات، والاهم من ده كله طبعا تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.
I never answer to no, man, I still go.